سيادة النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، الحقيقة احنا مش بنتكلم بخصوص قانون انتخابات، احنا بنتكلم حوالين مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد. مستقبل الحياة السياسية استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية، فدعا في إبريل 22 لحوار وطني للمناقشة حوالين مستقبل العملية السياسية في البلاد. اجتمع المصريون، أحزاب أغلبية وأقلية، أحزاب ممثلة في البرلمان وأحزاب غير ممثلة في البرلمان، وتوافق الجميع على مخرجات إن هيتغير النظام الانتخابي لنذهب إلى نظام متعدد أكثر رحابة. عندنا التزامات دستورية يتعين الحفاظ عليها بنظام وبجزء من القائمة المغلقة المطلقة خوفا من شبهة العوار الدستوري، وإن احنا نروح من باب التجربة أيضا لقائمة نسبية محسوبة بدقة يصاحبها النظام الفردي. وتعهد رئيس الجمهورية وتعهدت الحكومة إن مخرجات الحوار الوطني، ودي من المخرجات التي تم التوافق عليها، إن ده سيكون التزام، ولم تتقدم الحكومة بسمة مشروع قانون بهذا الشأن. ولابد إن كان يصاحب، كما بادر 4 أحزاب بأنهم يتقدموا بمشروع قانون، التعهدات اللي قطعتها الحكومة بشأن حوار وطني بيحاول إن هو يحلحل العملية السياسية، لأنه الانتخابات هي الحصاد. مفروض إن المباراة بتكون ما بين الأفكار، بيتبارى الجميع لتقديم منتجهم الفكري على المصريين، اللي بيخلي المصريين يؤمنوا بأنه في عملية سياسية حقيقية بتتم في هذا البلد. في النهاية برلمان سيادة الرئيس، سواء بالنظام المطلق تماما بنسبة 100%، 50-50، 80-20 زي الفصل التشريعي الأول، ولكن في النهاية مدى القدرة على التمثيل الحقيقي لكل الأفكار اللي موجودة في الشارع عشان يحصل ما يسمى الرضا العام. الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع إقليمي وفي ظل وضع دولي. احنا مش عايزين نتحرك تحت ضغوط، لا ضغوط داخلية ولا ضغوط خارجية، ان احنا نلبي احتياجات الناس. كلنا موجودين في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يروح بيمثلها بشكل حقيقي. كل الاعتبارات حوالين معدل الانحراف، وهنا زيادة وهنا نقصان، وضمانات وجود المرأة وضمانات وجود الأحزاب والمكونات السياسية. إحساس الناس بأن ما يذهب في ثواني سيادة الرئيس، ما يذهب إلى صندوق الاقتراع هو المنتج الذي قام بجهد وبأفكار أبناء الشعب المصري وتحت إشراف قضائي كامل. هذا كمان لم يتحقق. طالب المصريون وطالبت القوى السياسية وطالبت الأحزاب بالحفاظ على الضمانة الدستورية اللي هي كانت ل10 سنين. دي ضمانة فوق دستورية. الناس، الناخب والنائب والمرشح بيطمئن كون هناك قاض على كل صندوق. دي كانت ضمانات الكل كان عايزها. لأن هذا كله لم يتحقق، ولأني أعلم أن القانون ده هيتوافق عليه، أنا برفض هذا القانون سيادة الرئيس. شكرا.